هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد وهنجرب برودكت لسه فريش طازه، لسه نازل من عند شي جلام. تقريبا المنتج ده نازل بالظبط بقاله اسبوع، فانا مبسوطه جدا ان انا كنت من اوائل الناس اللي جالها المنتج ده عشان تجربه معاكم اون كاميرا، وانا ما جربتوش خالص. يعني انا لسه هفتحه اول مره معاكم ونجربه مع بعض. بس انا عندي عتب صغنون عليكم، وانا مش هقدر ابدا الفيديو غير ما اعاتبكم. لازم اعاتبكم، وهو ان ليه يا جماعه ما بتعملوش لايك؟ ليه؟ مع ان ضغطه اللايك سهله جدا، اسهل مسؤوله تك كده بالصباع ده كده، ممكن بالصباع ده عادي. فلايك بس للفيديو، وانزلوا تحت في الكومنتس اكتبوا اي حاجه، حط ايموجي. مش قادرين تكتبوا، ما بتحبوش تكتبوا تعليقات للناس اللي انتوا بتتفرجوا عليهم، انزلوا حطوا قلب، انزلوا طب ايه رايكم اعملوا قلب بيربل النهارده؟ ورينا بقى سرعه الاستجابه، بما اني لابسه بيربل بقى كده. فانزلوا اعملوا قلب بيربل تحت عشان اشوف تفاعلكم، عشان انا عارفه ان في ناس بتتكسف انها تكتب تعليقات او ما بتعرفش تكتب اي تعليقات، فبلاش، انزلوا اعملوا لي قلب بس واعملوا لايك للفيديو عشان يروح لناس اكتر. وبس كده حبايبي، النهارده هنجرب الباودر الجديده بتاعه شي جلام البيربل. احنا عارفين ان شي جلام نزلوا من الباودر دي 2، طبعا هم عملوا الاديشن الجديد اللي اسمه او اللي لونه بيربل ده، هقول لكم على اسمه كل تفاصيله دلوقتي. بس احنا عارفين ان الاديشن اللي فات كان البينك باودر، وكانت فايرل جدا وكل الناس كانت بتجربها على السوشيال ميديا. واللي قبلها الباودر دي اللي هي اصلا كل الاديشن ده اسمه انستا ريدي، كان عندهم الباودر دي قبلها اللي هي الاساسيه او الاوريجينال. فدلوقتي الانستا ريدي عندهم 3 درجات، اول واحده اللي هي الاوريجينال طبعا فيها درجات كتير، وعندهم البينك وعندهم البيربل. طبعا دول انا جربتهم لكم قبل كده في فيديوهات، هحاول ادور على الفيديوهات واحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. والنهارده هنجرب الباودر دي من عند شي جلام اللي هي لونها بيربل. البينك كان اسمها بابل جام، لكن البيربل اسمها تارو. يا رب اكون بقول الاسم صح. ده شكل الباكجنج بتاعها كده، بيجي لونه بيربل كده زي ما انتم شايفين. والباودر اسمها انستا ريدي فيس اند اندر اي سيتنج باودر. والسيتنج باودر دي انا بحبها جدا، لان اولا فيها 2، فيها الكومباكت وفيها اللوز، فانا بحس كده ان انا اشتريت 2 باودر، ان كانت الاوريجينال او البينك او البيربل. وكمان بتثبت الميك اب حلو قوي، يعني بجد لو هقضي اليوم كله بره في الحر فلازم الباودر دي، لان هي بتسد معايا. حبايبي يلا خلينا نفتحها، لان انا لسه ما فتحتهاش. يلا اوكي، هي شبه البينك بس اللون بقى مختلف. البيربل ده شكلها كده عسول، عاجبني اللون، عشان كده النهارده قلت البس لكم بيربل. يعني من العلبه من بره، الصراحه اول مره افتحها، فالعلبه من بره كده بيربل، فاكيد جوه هيبقى فيه بيربل، فقلت البس لكم بقى عشان يليق على الجو يعني. فده شكلها كده اوكي. وهي زي التانيين، الجزء اللي فوق ده بيبقى فيه كومباكت باودر، والجزء اللي تحت طبعا هو لسه مقفول بيبقى فيه اللوز باودر. فانت كده عندك 2 باودر. دعاء، ايه الفرق بينها وما بين البينك؟ هم عملوا البيربل للبشره السمراء، اما عملوا البينك هي كانت فايرل وكل الناس بتستخدمها، بس ستيل البنات اللي بشرتهم قمحيه او سمراء مش عارفين يستفادوا من الباودر البينك، لان هي ما كانتش احسن حاجه عليهم، فعملوا لنا الباودر دي اللي لونها بيربل. وكمان الباودر دي لو الفاونديشن او الكونسيلر بتاعك على اصفر قوي، هو بيهدي الصفار بتاعه. الصراحه انا عايزه اجربها على وشي كله، بس في نفس الوقت عايزاكم انتوا تقولوا لي ايه اللي لايق عليا انا اكتر. هعمل نص وشي بالبيربل، وهعمل النص التاني بالبينك اللي معايا اللي هي البابل جام. فتعالوا نشوف الفرق ما بين الاثنين. مع كل باودر جديده بيبعتوا لنا باف سبونج، والمره دي، المره اللي فاتت كان لونها بينك، المره دي لونها كده بيربل. فهاخد واحده منهم، وهبتدي اول حاجه باللوز باودر، الجزء اللي موجود تحت. خليني اخد شويه. الله، ده لونها بيربل بجد. بصوا، مش عارفه ممكن تشوفوا اللون ولا لا، بس لونها بجد بيربل. اوكي، مش عارفه ممكن على الكاميرا تبان فاتحه عادي، بس لون السبونج قوي. فيلا خلينا ناخد شويه من الباودر. I'm super excited. وحط كده كميه تحت عينيا as a baking، ونشوف بقى اللون البيربل هيبقى عامل ازاي. الناحيه التانيه بقى هحط لكم ايه، البابل جام عشان نشوفها. الناحيه التانيه بقى هحط البينك زي ما انتم شايفين كده. انا مش عارفه هتشوفوا لونها ولا لا، بس انا هحاول اخد لكم ايه شوت كده بره عشان اوريكم الفرق ما بين لون البينك واللون البيربل. ده كده لون البينك، فهاخد منها بالسبونج البينك. بدكم تركزوا عشان تقولوا لي انهي ناحيه الاحلى او انهي الناحيه اللي لايقه عليا، يعني انا هبقى فريق البيربل ولا فريق البينك.
هديت الاضاءه درجه كده عشان تكونوا شايفين الافكت بتاعها كويس. مش عارفه، كنت حاسه ان الاضاءه فاتحه قوي، مش عارفه ليه عملت كده. هبقى احاول في الايديتنج انزل الاضاءه في الجزء الاولاني ده. طيب هسيبهم شويه يعملوا بيكنج بقى ويشبعوا، وبعد كده نيجي نشوف الفرق. هبقى انا من فريق البيربل ولا فريق البينك؟ انتوا اللي هتقولوا لي، لان انا اكيد مش هعرف. يعني انتوا اللي هتبقوا شايفين على الكاميرا وشايفين ايه الاحسن عليا. جهزونا يا اولاد، يلا خلينا نشيل دي. نجرب بقى الكومباكت، الجزء الكومباكت. فهناخد البيربل وناخد الجزء الكومباكت اللي هنا ده، ناخده كده ونبدأ ننور بيه تحت العين. يعني كده احنا ثبتنا الاول باللوش، بعد كده بقى ايه نثبت بالكومباكت. هاخد بعد كده بقى من البينك واحطها الناحية التانية. يعني هو يا جماعة مش لون بيربل هتحطوه تحت العين، هو زي اندرتون كده. يعني عارفين الباودر لما تبقى على اصفر تبقى على بيج، لا دي شويه تبقى على موف ودي شويه على بينك. يعني بتشتغل على الاندرتون، يعني بتاثر على الاساس اللي انت حاطاه. اوكي حلوين. ده كده الجزء البينك وده الجزء البيربل، وانا مش عارفه ليه مرتاحه جدا للجزء ده، حاساه احلى بكتير وانعم ولايق على بشرتي. لكن ده حاسه لا فاتح، انا شايفه حاجه فاتحه هنا، وكمان حاسه انه كانه ظهر لي الغمقان اللي تحت عينيا، مع ان هنا مش حاسه، بس هنا انا حاسه. واكيد انتوا شايفينها ان انا شايفاها على الكاميرا، بس مش عارفه. خلوني اروح اكمل باقي الميك اب ونرجع نشوف عامل ازاي بعد ما خلصت الميك اب. اوكي حلوين. وده بعد ما خلصت خلاص الميك اب. عايزاكم بس تركزوا وتقولوا لي انهي جزء الاحلى. هصور لكم طبعا جزء من غير ما اتكلم عشان تكونوا شايفين التفاصيل اكتر، بس عايزاكم تقولوا لي انهي جزء الاحلى، الجزء البيربل اللي احنا حطينا فيه الدرجه اللي على موف، ولا الدرجه الثانيه اللي على بينك. انا عن نفسي حاسه الجزء اللي على موف احلى وانعم، يعني باين انه شكله انعم من الجزء اللي على بينك. فالبينك مش مناسبه خالص الاندرتون بتاعي. مش عارفه برضو انتوا قولوا لي اللي انتوا شايفينه على الكاميرا ايه، يعني باين لكم على الكاميرا ايه اللي احلى. انا عارفه ان انتوا من كتر انواع الباودر الكتير دي انتوا محتارين حيره اللي هو انا اجيب انهي باودر، يعني اجيب البيربل ولا اجيب البينك ولا اجيب الاوريجينال. طب يا ست الكل ركزي معايا، لو انت من الناس اللي ما بتحبيش التنوير تحت عينيكي، ان تحت العين ده يكون منور قوي، فخليكي في الاوريجينال اللي هي زي دي بالنسبه لك هتبقى تمام جدا از ديلي يوز. لو انت بتحطي ميك اب كل يوم بقى الصبح وكده، وهو عندك حاجات بيسك قوي بتحبي تعمليها. لو انت من الناس اللي بتحب ترانز الميك اب وبتحبي تحت عينيه يكون منور قوي وباين ان هو فريش، في بنات على فكره بيفرق لها قوي تحت العين انه يكون منور، فعندك التو اوبشنز بتوع الباودر دول. عندك البينك لو انت بشرتك بيضه او فاتحه، وعندك البيربل لو انت بشرتك متوسطه زي كده لغايه البشره السمراء. دول تو اوبشن لو انت بتحبي التنوير، تحبي تحت عينيكي يكون منور. لكن دي للديلي يوز، لو انت بتحبي بس تثبتي مش عايزه اكتر من كده. خليني اقول نوت مهمه جدا قبل ما تشتريها. الباودر دي يا جماعه معموله للبنات اللي تحت عينيهم بيعرق جامد، او البنات اللي تحت عينيهم مش جاف. لكن البنات اللي تحت عينيهم جاف الباودر دي مش هتريحك اطلاقا، هتحس ان هي نشفت لك تحت عينيك. هي معموله للبنات اللي بيحطوا كونسيلر، والكونسيلر بيقطع معاهم وما بيثبتش قوي، والبنات اللي تحت عينيهم بيجيب ميه، يعني عارفين كده. الباودر دي معموله بس عشان كل البنات اللي بشرتها دهنيه، لكن في باودر تانية البنات اللي تحت عينيها جاف يقدروا يثبتوا بيها. لكن دول معمولين للناس اللي عايزين حاجه ووتر بروف، حاجه تفضل ثابته معاها طول اليوم وتضمن انها مثبته تحت العين والبشره كويس جدا. بس كده يا حلوين، دي تجربتي مع البيربل باودر بتاعه شي جلام، وهي مناسبه للبنات اللي بشرتها قمحيه من اول القمحي الفاتح لغايه اغمق درجه في القمحي، مش معموله خالص للبنات اللي بشرتهم فاتحه. البينك هي اللي معموله للبنات اللي بشرتها فاتحه، فالصراحه عجبتني قوي 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 اكتر من البينك بكتير. وبس كده زي ما اتفقنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وكمان اعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.